النهارده حلقة جديدة من حلقات الديون أو القروض، وهنتكلم فيها عن الفرق بين الضامن والكفيل. واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن العميل أو الضامن، العميل الأساسي اللي هو لو في عقد التمويل مكتوب ضامن متضامن، وقلنا إن الكلمة ديت خطيرة جدا، وإن إحنا لازم نقرأ عقد التمويل كويس جدا لأن مدى قوة الكلمة ديت أو الشرط دوت في عقد التمويل بيلزمك أنت كضامن إن أنت تسدد في حالة تعثر أو توقف العميل الأساسي عن السداد. وإن أنت دايما لازم تبقى على اطلاع دائم بموقف الدين اللي موجود على العميل الأساسي، وانه بيسدد في مواعيد منتظمه وما يضرش تقييمه الائتماني او التقييم الائتماني الخاص بيه، لان الضرر في تقييمه الائتماني هو هيستتبعه ضرر برضه في تقييمك الائتماني. طيب خلينا نقول ان في لفظ اخر هو لفظ الكفيل، وطبعا الفرق بين المعنيين او الضامن المتضامن والكفيل مش فرق لفظي فقط، ولكن هو اختلاف بدرجة 180 درجة من مدى قوة اللفظ قانونا. خليني اقول لك ان او الفرق يعني ما بين الضامن لما بيكون هو ضامن متضامن وما بين الكفيل. في حالة الضامن المتضامن ممكن البنك يرجع عليك مباشرة دون ان يرجع على العميل في حالة التعثر او حالة توقف عن السداد، يطالبك انت شخصيا بالسداد بالكامل في حالة اختفاء العميل او عدم وجوده او عدم حتى الرد على المسؤولين في المؤسسة المالية، فيرجع عليك انت مباشرة. ولكن في حالة ان انت تكون كفيل ومثبت ذلك او الكلمة دي مثبتة في عقد التمويل ان انت كفيل، في الحالة ديت لازم المؤسسة المالية ترجع الاول على المدين الاصلي، ولازم تثبت تعثره، ولازم ترجع عليه بكافة الاجراءات القانونية، وتثبت انها خلاص خدت جميع الاجراءات ونفذت عليه. في الحالة ديت هي تقدر ترجع عليك مرة تانية. طيب في ايه تاني فرق؟ الفرق التاني ان في حالة الجدولة وبدون علمك انت كعميل ضامن متضامن او ان انت ضامن متضامن للعميل، انت مش ملزم ان انت توافق على الجدولة الجديدة، ومش ملزم ان انت تسدد طبقا لعقد التمويل الجديد اللي حصل، لانك انت بترفضه شكلا وموضوعا. لكن في حالة ان انت بتكون كفيل، انت في الحالة ديت بيسقط عنك اصلا الدين وبتسقط عنك الكفالة مباشرة لعدم علمك بيها، وحتى لو علمت بيها ورفضتها فبتسقط عنك الدين تماما. فنصيحتي دايما ان انت لازم تاخد بالك من اي ورقة انت بتمضي عليها، لازم تكون على علم بكل الشروط. ونصيحتي